امام عاشور بدأ التأهيل وسيكون جاهز لمباراة بيراميدز في الجولة الخامسة في الدوري المصري. كولومبوس كرو لم يسدد الدفعات المالية في صفقة انتقال وسام ابو علي والتعاقد من خلال رابطة الدوري الامريكي التي ابلغتنا ان كولومبوس كرو لم يستكمل اجراءات الصفقة حتى الان بما فيها التحويلات المالية، والنادي الاهلي لم يرفع اسم اللاعب من القائمة حتى الان وسينتظر حتى غلق باب الانتقالات الصيفية. اذا لم يقم النادي الامريكي بدفع المستحقات المتفق عليها سيستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق الاحمر. فحص طبي لخماسي الفريق محمد الشناوي ومصطفى العش واشرف داري وحسين الشحات وعمر كمال عبد الواحد، والنتائج مطمئنة دون اي اصابات مقلقة. الاهلي يضم الاسباني البرتو سانشيز كمدرب احمال مساعد في النادي الاهلي. رضا سليم اعاره للجيش الملكي لمدة موسم على سبيل الاعارة بدون بند احقية الشراء. احمد عبد القادر يحضر تدريبات النادي الاهلي وينشر صورة له عبر انستجرام من تدريبات الفريق. استاد القاهرة يستضيف مباراة منتخب مصر ضد اثيوبيا ضمن تصفيات مونديال 2026. امس الاربعاء موعد غلق القيد للصفقات المحلية والاجنبية استعدادا للموسم الجديد 2025-2026. نادي فاركو يتعاقد مع يوسف سيد عبد الحفيظ لمدة موسم على سبيل الإعارة. من المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره مودرن سبورت في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز يوم السبت الساعة 9 مساء. لتدعيم خط الوسط غزل المحلة يعلن ضم أحمد وحيد قادما من النادي الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. إليكم جدول مباريات الأهلي في شهر أغسطس.